السلام عليكم متابعي ومحبي مسلسل السلطان محمد الفاتح. أهلا وسهلا بكم إلى تحليل الإعلان الأول للحلقة القادمة 33. بصراحة يا أصدقائي، الحلقة السابقة كانت حلقة قوية وفيها من الأحداث ما يشيب له الرأس وما يدمي الفؤاد. لكن لعلمكم يا أصدقائي، رغم الألم الذي اعتصرنا تجاه استشهاد البطل الكبير السيد بطال وتجاه الأمير البريء بايزيد، لكن هناك ما يجب قوله والحديث عنه بشأن هذين الحدثين. لكن في البداية دعونا نشاهد جانب من الإعلان ثم نعود لاستكمال الحديث. ولا تنسونا بعمل إعجاب للفيديو والاشتراك في القناة ممن لم يشترك بعد. Sak çadırına götürün. Hünkârım, sözümü kesme. Birlikten yüz çevirenler kılıçlarını kardeşlerine değil bana doğrultsun. Aslana zinciri vurulmaz. Bırakın beyimizi. Geri basın ulan. Adaletime iman etmeyen kim var ise kılıcı kılından sıyırsın. Beyimize vurulan zincir bizim boynumuza dolanmıştır. Adi bir suçlu gibi ölümü beklerim. Adaletim karşısında değil Zalus. Her Türk casusunun sonu böyle olacak. Battal sen yaşa diye öldü. Öz evlatlarım olsa kanlarında boğarım İshak. O deliği bu şehre sokamayız. O deli şehre girmezse Türkler girecek. Konstantiniye'de bir evlat gibi Fatih'ini bekler. والآن يا أصدقائي، قبل أن نتحدث عما جاء به الإعلان، بالعودة للحلقة السابقة، أعتقد كلنا تفاجأنا بما حدث للسيد بطال وكذلك ما حدث للأمير الصغير بايزيد، حيث جميعنا توقعنا أن يقوم السلطان بمعاقبة بهار خاتون بإبعادها عن بايزيد أو إبعاده هو عنها، وتوقعنا أنه في حالة مبالغة في العقاب بأن يأمر السلطان بسحب كل صلاحياتها إلى جانب إبعاد ابنها عنها. لكن للأسف لم تصب توقعاتنا، ولم يكن أحد قد توقع هذا السيناريو، كما أن هذا الأمر لم نجد له ذكر في الروايات التاريخية. لكن ما نعلمه أن بايزيد الثاني هو من ورث الحكم في الدولة العثمانية بعد أبيها السلطان محمد الفاتح، وهو ابن بهار خاتون. ورغم أن مصطفى ابن قلشا خاتون كان هو الابن المفضل للسلطان محمد، إلا أن الحكم ذهب لبايزيد الثاني ابن بهار خاتون، بينما تولى مصطفى إمارة بني قرمان والتي تنحدر منها أمه قلشا خاتون، أي أنهم أخوال الأمير مصطفى. والسؤال هنا يا أصدقائي، هل أنجبت بهار خاتون ابن آخر للسلطان وسمي فيما بعد بايزيد؟ الجواب نعم، هذا هو ما حصل، وسمي باسم بايزيد الثاني والذي ورث الحكم بعد أبيه كما أخبرتكم سابقا. المهم يا أصدقائي، ما أريد قوله بهذا الشأن أن المسلسل أعد بعناية فائقة تحت إشراف نخبة من كبار الباحثين وفقهاء التاريخ الأتراك، وليس لنا الحق بالانتقاد تجاه سير الأحداث فيه، لكن أنا شخصيا لي ملاحظة على أمر السلطان الذي كلف به ابن إفرانوس بتنفيذه، حيث كما تابعنا جميعا السلطان قال لعلي ابن إفرانوس وبالحرف الواحد: ما لم تستطع تعليمه بعقلك فعلمه بروحك إن لزم الأمر. ولذلك توقعنا أن يأخذوا علي ابن إفرانوس إلى ذئاب الأقنجي، وهناك يقوم بتعليمه وتربيته ليتم اختباره بعدها، فإن صلح كان بها، وإن استعصى الأمر يتم إعدامه. ولكن للأسف الشديد يا أصدقائي، ما شاهدنا هو أن أمر السلطان لعلي ابن إفرانوس كان واضحا ومباشرا بقتل الأمير بايزيد، وهذا هو ما أراه أنا شخصيا، وأخذه على السلطان أو على المخرج أيضا، حتى وإن كان الحدث التاريخي مطابقا لما حدث. أما بشأن السيد بطال، فبالرغم من حزننا وألمنا لرحيله، لكنه في الحقيقة كان مفخرة ومثال كبير للوفاء والإخلاص والتضحية من أجل الدولة. وعندما قال أنه من أجل الحب، فقد أراد فقط السيد بطال أن يشير إلى الحب والوفاء الذي كان عليه هو وزوجته وأولاده، وكيف أنهم ضحوا بأرواحهم من أجل الدولة. كان هذا فيما يخص الحلقة السابقة وأحداثها التي مرت. والآن دعونا نعود لما جاء به إعلان الحلقة القادمة 33. لقد شاهدنا في الإعلان حدثين اثنين سنتحدث عنهما بشكل مختصر وموجز. الحدث الأول وهو المحاسبة والمحاكمة الكبيرة
التي حاكم بها السلطان محمد البشوات والقادة والأتباع نتيجة لأخطائهم وتمادي وتطاول البعض منهم، ابتداء من سليمان بلطاغلو وانتهاء بحسن الألوباطلي، والذي رأيناه يستفز السلطان محمد ويثير غضبه ليقوم السلطان بصفعه بقوة كما شاهدنا في الإعلان، رغم علمنا أن حسن الألوباطلي فعل ذلك بحسن نية دفاعا عن السيد بالي، لكنه بصراحة من وجهة نظري يستحق تلك الصفعة، ليس لأنه أخطأ لكن لأن موقفه وكلامه تم اعتباره طعنا وتشكيكا بعدالة السلطان محمد وكفاءته في الحكم وإدارة شؤون الدولة أيضا. والخلاصة في هذا الأمر أن كل ما حدث كان السبب الرئيسي فيه هو المحرض المتخفي والداهية خليل باشا جندرلي، لكني أعتقد أن خليل باشا جندرلي ما زال الوقت مبكرا للحديث عن كشف أفعاله وإعدامه. أما الحدث الثاني فهو مصير السيدة فاطمة، وهل تنجح الخطة بإبعاد الشكوك عنها وتعود للعمل كجاسوسة لصالح السلطان محمد أم لا؟ وهل ينجو سالتوكو ويخرج من القسطنطينية بسلام أم يتم القبض عليه؟ وكذلك ديمتريوس، هل يتم كشف خيانته أم ينجح في الاستمرار بالتعاون مع السلطان محمد حتى يتم فتح القسطنطينية؟ الجواب: الخطة ستنجح وفاطمة ستعود لاستكمال مهمتها، وديمتريوس لن يحصل له شيء ولن يتم كشفه، حيث أنه تاريخيا بعد فتح القسطنطينية بفترة طويلة سيتزوج السلطان محمد بهيلانا خاتون ابنة ديمتريوس، وهذا سيكون خبر مفاجئ لكم أصدقائي المتابعين، وذلك بعد أن يصبح ديمتريوس أمير المورة، لكن المصادر العثمانية لم تذكر هذا الأمر، لذلك ربما لا نراه في هذا المسلسل. أما سالتوك فبصراحة لا نعلم ما مصيره، فهنالك احتمال أنه سيقع بقبضة البيزنطيين، لأننا رأيناه يصر على ديمتريوس بمعرفة مكان فاطمة والسيد بطال، وبالفعل شاهدناه يتوجه إلى هناك. لكننا يا أصدقائي نتمنى أن لا يحدث هذا الأمر، وأن ينجو سالتوك بمساعدة ديمتريوس ويتم إخراجه من القسطنطينية. إلى هنا أكون أحبتي قد وصلت معكم إلى نهاية هذا التحليل المتواضع، أتمنى أن ينال إعجابكم واستحسانكم، وألتقيكم في فيديو قادم. إلى ذلك الحين وذلك الملتقى، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.